سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من كلمتين ونص. حبيت أدردش معاكم في موضوع كل الناس بتتكلم عنه تقريبا، وهو ال AI. ولا مش جاية أتكلم على فكرة هل ال AI هياخد شغلنا؟ طب هنعمل ايه 5 طرق عشان خاطر تكون انت الشخص اللي بيستبدل الشخص اللي ما بيستخدمش ال AI والكلام ده كله. طبعا هي مهارة مهمة مفيد ان احنا نتعلمها، محدش عارف ايه اللي هيحصل، فاحنا بنسعى وربنا يستر في كل الأحوال. بس اللي جاي اتكلم فيه هو اكتر حاجة ليه علاقة باستخدامنا الشخصي يمكن، واعتمادنا المتزايد عليه حتى في ابسط الحاجات. خلينا نعمل نشاط بسيط مع بعض. عايزاك كده تشوف ايه اكتر تاسك بتعملها بشكل يومي باستخدام ال AI وبتعملها كتير، وبتعتمد عليه فيها بشكل رئيسي. وبعد كده تتخيل معايا كده او تجرب فعليا دلوقتي انك تعمل المهمة دي بنفسك من غير ال AI. المهمة دي ممكن تكون حاجة ليها علاقة بالكتابة، ببرينستورمينج أفكار، أيا كانت المهمة دي ايه. شخصيا كحد كان بيحب الكتابة وما زال بيحب الكتابة بس محتاج يمرن نفسه شوية بسبب اللي احنا فيه دلوقتي، بعتمد على ال AI بشكل كبير وبراجع وراه. بس لما جيت كان عندي حاجة محتاجة اكتبها، انا كنت حابة ان انا اكتبها، لقيت نفسي مهنجة، قعدت شوية لغاية ما دماغي فكت وعرفت ان انا اكتب. والمستوى بتاع الكتابة بتاعتي لا مش it's not the same، مش زي ما انا متعودة عليه، ضعف. فده بالظبط بقى اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده. وهي في مقولة بتقول if you don't use it you lose it. العضلة اللي ما بنستخدمهاش بتضمر او بتموت. نفس الفكرة لدماغنا. احنا المهارات بتاعتنا اللي احنا بنيناها مع الوقت لو بطلنا نستخدمها مع الوقت هنفقدها، وهيزيد اعتمادنا اكتر على ال AI. يعني دلوقتي ممكن نكون بنستخدمه عشان نزود الانتاجية والبرودكتيفيتي وان احنا ننجز نفسنا، وان هو بيطلع لنا 100,000 حاجة فبينجزنا. بس ممكن بعدين نفقد القدرة على ان احنا نعمل ده لوحدنا، ما يكونش بمزاجنا. وساعتها من ناحية تانية بقى الشركات دي تكون حرفيا literally بتبيع لنا مهاراتنا تاني لينا، بعد ما احنا نكون خلاص احنا معتمدين عليهم بشكل كلي. والفكرة مش انهم يبيعوا لنا الحاجة، الفكرة ان احنا نفقدها في الاساس. فخد بالك. ده اللي انا جاية اقوله النهاردة، خد بالك. وخصوصا اما الموضوع بيكون في المهارات اللي الواحد بيحب يعملها. يعني في حاجة هي شخصية شوية مزعلاني. انا كشخص محب للقصص والفنون بشكل عام، اما بشوف كل الناس معتمدة على ال AI في الانيميشن وفي كتابة القصص والكونتنت كرييشن، لو تمام اوكي انتوا احرار، بس انا مش عايزة اتفرج على ده. وده بالنسبة لي ما بيدينيش الانبهار والاكسايتمنت والالهام اللي بشوفه اما بشوف حاجة في بني ادم عملها. فبالتالي بيخليني انا اقدر اعمل انا كمان حاجة. كل حاجة بقت شبه بعض، وبيقولوا انه قدام مش هنبقى عارفين نفرق الحاجة دي معمولة بالاي اي ولا بني ادم اللي عاملها. وحاسة ان انا مش عايزة اتفرج على حاجة غير لو بني ادم عاملها. في حاجات بجد حلاوتها في انها مش كاملة، حلاوتها في انه في حد اخد من وقته وقعد يفكر ويحط تفاصيل صغيرة عشان خاطر يظبطها بفيجن بتاعته، مش مجرد حاجة طالعة بشكل بيرفكت او بشكل ستاندرد من الاي اي. ما ترموش مهاراتكو، سواء مهاراتكو الابداعية او الانواع الاخرى من المهارات down the drain او في سلة المهملات، وتعتمدوا على الاي اي وتفقدوها. لانه انا هنا يمكن مش بتكلم على الشغل قوي، فعشان كده متحمسة ومحموقة سيكا. بس هي الفكرة انه الحاجات والقدرة بتاعتنا ان احنا نعمل حاجة اصلا، بغض النظر الحاجة دي ايه، اكتشاف علمي او كرتون او كتابة، دي حاجة سبحان الله بجد حاجة مبهرة جدا. ففكرة ان احنا نسلم دماغنا ونبوظ دماغنا بنفسنا ونديها للاي اي حاجة حزينة وانا مش عايزة اكون جزء من هذا الحوار. حاسة انه انا عايزة احافظ على مهاراتي، ولكن لازم برضو نحط في الاعتبار ان سوق العمل بيجري وجزء كبير
من الناس بتستخدم مهاراتها اللي هي ممكن تكون شاطرة فيها، او اللي هي شاطرة فيها اكيد ما هي بتشتغل بيها في الشغل. فالموضوع محتاج some kind of balance ما بين انه انا بستخدم ال AI عشان انجز شغلي، بس انا ما بستبدلش نفسي بيه، انا ما ببدلش دماغي وبلغيها، وفي نفس الوقت بسيب لنفسي المساحة حتى لو في وقتي الشخصي خارج سياق البرودكتيفيتي اللي الشغل والشركات عايزاها، ان انا اعمل الحاجة دي بنفسي، ان انا اكتب الايميل البسيط بنفسي. فبس فهذه هي الحاجة يعني في بالي بقالها فترة ومؤرقاني بقالها فترة، فحبيت اشاركها. ممكن تكونوا سمعتوا الكلام ده قبل كده، في ناس كتير بتتكلم على حوارات ال AIs من زوايا مختلفة، بس إذا ما سمعتوهاش أو إذا ما سمعتهاش فأديك سمعتها، وأحب أعرف رأيك في الكومنتس، وأحب أعرف رأيك من حيث أنت بتعمل إيه عشان خاطر تستفيد من ال AI، بس في نفس الوقت ما تخليهوش يبوظ دماغك وتكون بتبوظ حاجات سواء هي مواهب عندك أو خدت سنين عشان خاطر تتعلمها، وعشان خاطر تحس ان انت بني ادم بتنجز وبتعمل الحاجة الصعبة. لانه مع الوقت لما كل حاجة بتبقى سهلة السيستم بتاعنا بيبوظ كبني ادمين، بنستسهل كل حاجة تانية. فازاي بتعمل حاجات او ايه اللي بتعمله عشان خاطر ما تبصش؟ I guess ده اللي بحاول اسأله يعني. وبس كده، اشوفك على خير في الحلقة اللي جاية ان شاء الله.